سر قيام الكلاب بالحفر في الأرض. قبل ما نبدأ الفيديو علشان يوصلك كل جديد اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. رجعت من شغلك لقيت كلبك حافر حفرة في الجنينة، ولا أجدع مهندس. طب ليه؟ ده حتى بيحفر في السجاد والسيراميك، ايه الهبل ده؟ طب أقولك كمان، ده بيحفر ويلف حوالين نفسه، ويحفر ويلف كأنه مصمم على عمل شكل هندسي معين. مش بس الكلاب الصغيرة زي الجيرفون والكوكر مشهورين بالموضوع ده، لا، الكلاب الكبيرة كمان بتعمل كده. في تفسير تاريخي إن الحيوانات في البرية تقوم بالحفر وإخفاء طعامها وفرائسها من الحيوانات الأخرى، حتى إذا جاعت عادت وقامت بالحفر والأكل منه. يعني هو وارث السلوك ده عن جدوده. في الحقيقة المشكلة دي مشكلة سلوكية بتبقى بسبب الزهق أو الحماس الشديد أو متوتر أو خايف. كل ده بيخلي الكلب يتصرف التصرف ده. طبعا الكلام ده لو في حديقة هيبقى سلوك مدمر، لكن ما بالك بقى لو في كنبة مثلا أو في سجادة، مش محتاجة أوصفلك. لازم تعديل سلوك، بس لا تقلق، الموضوع بسيط، سواء كان بسبب حماس أو فرحة أو خوف أو توتر. إزالة سبب التوتر أو الخوف: لما تشوفه بيحفر اديله أمر نوم، ولما يبطل حفر اديله تريت وطبطب عليه. لازم تشتيت انتباهه سواء بصوت عالي أو صفارة أو أي شيء ملفت زي التصفيق بصوت عالي مثلا. ادي الكلب شوية أوامر زي sit أو come أو غيره، هينسى موضوع الحفر ده، وطبعا تكافئه على تنفيذ الأوامر دي. العب مع كلبك وخليه يفرغ طاقته بقدر الإمكان، واعرف إن الكلب لو حس بالملل بتكون النتيجة مش كويسة. فما ترجعش تلوم الكلب لأنه كائن اجتماعي بيعيش في قبائل وانت جايبه مقعده لوحده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وكومنت وشير لحد يهمه الأمر.